بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التلفزيون المصري بيندبح، العسكر بيدبحوه، ومعاه الصحف المصرية. آلاف العاملين في التلفزيون بيتنقلوا البوسطة والتموين والكهرباء وأماكن أخرى لا هي تعرفهم ولا هم يعرفوها، والصحف اتقطع لسانها وصرف عليها العسكر لغاية ما ضمنوا إن معادلهاش قراء، وده طبيعي لأنها بتطبل والناس مش هتشتري التطبيل بفلوس. العسكر أجبروا الصحف على التخلي عن القارئ اللي هو المالك الحقيقي للصحيفة. انصرفت الصحف عن القراء فانصرف القراء عنها. ولما السيسي ضمن ان القراء سابوها بطل يصرف عليها بعد ما روحها طلعت، وسابها جثث، وساب عدد كبير من الصحفيين دخلوا صفر. الصحافة مش ممكن تعيش إلا في أجواء الحرية، والعسكر بيعتقلوا الحرية نفسها. وعشان كده كل شوية بيعملوا مذبحة للصحافة. عبد الناصر عملها على نطاق واسع وسماها تنظيم الصحافة. قفل صحف وشرد صحفيين، اللي وداه باتا واللي وداه البوسطة والتموين برضه يعني. ومن اللي شردهم عبد الناصر الشاعر عبد المنعم السباعي، اللي رد على تشريده بانه كتب اروح لمين واقول يمين ينصفني منك، وكتب له انا والعذاب وهواك عايشين لبعضينا. ورغم المحلسة الواضحة في الاغنيتين فضل مشرد برضه. المحلسة ما بتنفعش مع العسكر ما يعرفوش غير لغة القوة. والسادات عمل مذبحته الصحفية على نطاق أضيق شوية وعلى حلقات، آخرها كان ضمن قرارات سبتمبر. ومبارك قفل جرايد الشعب وصوت العرب ومصر اليوم ومجلة الموقف العربي وبعض مكاتب المراسلين. والسيسي قضى على فكرة الصحافة نفسها، وبيعمل مذبحته على أوسع نطاق، بدءا من صفحات فيسبوك وتويتر وتيك توك وحظر المواقع الصحفية وإغلاق الصحف والقنوات، لغاية اعتقال الصحفيين وتشريد آلاف العاملين في التلفزيون اللي العسكر استهلكوه وحولوه لمنصة متخلفة لا تمارس إلا التطبيل، ودلوقتي بيذبحوه بحجة التخلف. ألقاه في الماء مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. طيب فك ايدي كده وشوف انا هعمل ايه. اللي العسكر بيشردوهم دلوقتي هم الكوادر اللي شاركت في نهضة الإعلام المرئي والمسموع في المنطقة كلها. والحكاية مش كوادر وخبرات وتاريخ بيهدر وبس، لا، دي مرافق وتطوير حضاري كانت مصر كلها بتستفيد منه حتى على مستوى مياه الشرب. وتعالوا نشوف اللي قالته ورصدته هالة فهمي، المعتقلة حاليا بتهمة الدفاع عن ممتلكات مصر اللي بيضيعها السيسي. ده يا جماعة مركز بحوث الهندسة الإذاعية في شارع أولاد غنيم متفرع من فيصل الهرم. المساحة تقريبا 7 فدادين. المكان ده بقى بيتعمل فيه ايه؟ كان من سنين وتوقفت تقريبا من 8 سنين خراب ممنهج. ده عبارة عن إدارة التدريب دي كانت بتدرب الأفارقة على ايه؟ على تشغيل المعدات وشغل الهندسة الإذاعية. وتوقف طبعا، وفي موظفين بياخدوا مرتبات من غير شغل. وليه هتسألوني اشمعنى الأفارقة؟ أنا برضو سألت السؤال ده ومحدش جاوب عليا. وفي بقى تاني إدارة البحوث. إيه بقى إدارة البحوث دي؟ عبارة عن مجموعة من الورش بتخدم على جميع مراكز إرسال الجمهورية. يعني إيه بتعمل إيه؟ كل عربيات الإذاعة الخارجية كانت بتعمل لها الاستنداد جوه، وتجهيز السيارة عشان يحطوا فيها المولد الكهربي فيها، وكل الأجهزة والشاشات وكل المعدات. وكل سيارات اتحاد الإذاعة والتلفزيون كانت بتتعمل لها صيانة، يعني تدخل كأنها خردة تطلع صيانة كاملة عربية خارجة فابريكا. الورش دي كانت بتصنع حتى قطع الغيار، كل حاجة، الكراسي وتنجيد الكراسي، يعني كل حاجة. وكانت بتعمل حتى تصنيع قطع غيار محطات البث الإذاعي والتلفزيوني بتكلفة تعتبر ببلاش، اللي كانت بتستورد بمبالغ باهظة. دي ورشة من الورش. في ورشة ايه بقى؟ اللي هي بتتبع قطاع الانتاج ده اللي ابدوه خالص، اللي كان بينتج احسن مسلسلات فيك يا مصر واحسن دراما واحسن اللي توزع للعالم كله. جميع الديكورات للاستوديوهات والدراما والحفلات والفوازير. وكمان في ورش جبس ومكانات
على اعلى مستوى لعمل الماسكات. وكمان كان في ايه، كان في مشتل للزهور، في كل انواع الزهور والنباتات اللي كمان نادرة، بس كانت كلها بتروح لمين؟ للحبايب. المكان ده، شايفين العربيات؟ شفتوا العربيات دي؟ عربيات على فكرة مش متكهنة، مش بايظة. العربيات دي دخلت المكان وهي دايرة، بس محطوطة كده عشان تتباع او تتسرق او الله اعلم. المكان بقى خرب، في 500 موظف بيمشوهم من الساعة 11 عشان يروحوا يشوفوا رزقهم في حتة تانية، وبرضه ما بياخدوش حقوقهم. خراب ممنهج، ممنهج خراب. ده مال الشعب، ده كله مال الشعب. وكمان في ايه بقى؟ معمل كيميائي لتحليل المياه الواصلة لمراكز الإرسال لتحديد مدى صلاحيتها للشرب في المنطقة المحيطة لمركز الإرسال. شوف قد ايه، يعني اي حد كان سكان ساكنين حوالين اي مركز ارسال من لمراكزنا اللي موجوده على انحاء الجمهوريه كان بيبقى مطمن على صحته ان الميه اللي بيشربها كويسه. يا جماعه احنا هنفضل وراهم. وعلى فكره الفيديو التصوير ده، يعني الواحد عمل البدع عشان يصور بقالي 3 ايام عشان اجمع لكم الحاجات دي. فارجوكم، انا بنادي كل زمايلي في كل قطاع ان هم يصوروا لنا ويبعتوا لنا، ارجوكم، عشان دي امانه للشعب المصري.